تعال نبرأ يانيك فيريرا وبعدين ندينه. ازاي؟ هو مين اللي قال لعيبه الزمالك تتراجع بالشكل ده قدام الاهلي؟ هتقولي طبعا يانيك فيريرا. هقول لك ايش عرفك. ده حلقه الكواليس اللي بيقدمها صديقي اسلام حسن على اون سبورت اف ام بتاكد لك ان يانيك فيريرا طالب لعيبته انها تلعب على الارض وبهدوء، وكمان اللعيبه طلبت محمد صبحي يلعب بهدوء على الارض. اذا في انقسام ما بين اللعيبه، يعني هنا يانيك فيريرا بريء. تعال نسال يوريتشيتش اللي كان واقف في ماتش بيراميدز والاهلي على الخط بيوجه لعيبته بمنتهى الحماس، فمثلا رمي التماس للاهلي تلاقيه بيطالبهم يعملوا اوفرلود في نفس الجبهه علشان يخنقوا الاهلي وما يعرفش يطلع بالكره من نص ملعبه. اذا هو هنا بيشرف على تنفيذ خطته بنفسه. بلاش في مشهد تاني هتلاقيه بيبص في منطقه الجزاء بتاعته يلاقي موقف 3-2 لصالح الاهلي، فيشاور بمنتهى الحماس لعيبته عشان يقفلوا الثغره دي، فتلاقي مهند لاشين بيسيب مكانه في الطرف ويخش العمق عشان يسد الثغره. اذا هو بيعدل تمركز لعيبته بنفسه. بلاش في الدقيقه 70 قرر يغير الخطه، هيلعب كور طوليه لمايلي في ظهر الدفاع، فتلاقيه بيشاور لمايلي بيقول له ان احنا هنلعب عليك هتروح في ظهر دفاع الاهلي. الكلام ده انا شفته بعيني وكنت موجود في الملعب، وفعلا في نفس الدقيقه بتروح الكره لمايلي وبيروح في انفراد لكن تسلل، مش مشكله، المهم ان الخطه اتنفذت بحذافيرها قدامه. وبعدها بدقيقه بيتكرر الموقف تاني وبتتلعب الكره لمايلي تاني لكن ما بيعرفش يستلم، برده مش مشكله، المهم ان الخطه بتتنفذ. ده مدرب مقنع للعيبته. اما بقى المدرب اللي مش مقنع للعيبته مهما كانت خطته رائعه فهي مجرد كلام على ورق.